بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه المصير. أخواتي الكريمات، إخواني الكرام، أحييكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سعيد جدا بوجودي بينكم في هذا المكان العامر المبارك في مؤسسة نور الحكمة. سعيد جدا لأنني معكم أزور كردستان العراق للمرة السابعة. لعلي زرت 80% من محافظات العراق. البارحة كنت في دهوك، وقبلها زرت سليمانية وحلبجة، فأعتقد بأنني أعرف كردستان العراق معرفة جيدة. دائما أقول عندما أزور إربيل أزور قلعتين، عندما أزور إربيل أزور قلعتين، قلعة هولير وقلعة زنا سعيد. فأنا سعيد لأنني أجلس بينكم الآن، وأسأل الله عز وجل أن نقضي معا وقتا طيبا مباركا مفيدا ممتعا بإذن الله تعالى. كما ترون إخواني الكرام، هذا عنوان يبدو بأنه لازم، هذا عنوان كيف نحول أفكارنا إلى مشاريع عملاقة. إخواني، الوصول إلى المعرفة، الوصول إلى الحقيقة دائما يبدأ من سؤال. حتى في البحث العلمي، يعني في البحث العلمي هناك ما يسمى إشكالية البحث. العلم مفتاحه السؤال، والوصول إلى الحقيقة مفتاح ذلك كذلك السؤال أو الإشكالية. فأنا طرحت إشكالية هنا كما ترون، كيف نحول أفكارنا إلى مشاريع عملاقة. لو نستقرأ التاريخ، لو نقوم بعملية استقراء للتاريخ، لوجدنا بأن المشاريع العملاقة في هذا التاريخ كانت عبارة عن أفكار في عقول أصحابها. مشاريع الفتوحات، حتى الفتح، فتوحات الإسلامية إخواني، كانت مشروعا فكرة في عقل الصحابة الكرام، زرعت في اليوم العصيب في يوم الخندق. طبعا الصحابة الكرام كانوا موعودين بالنصر، ولكن لم يروا له صورة، فقط هكذا عبارة عن مفاهيم أو كلمات. النبي الكريم أخبرهم بأن الله عز وجل سينصر هذا الدين، كلمات. ولكن يوم الأحزاب عندما بلغت القلوب الحناجر، وعندما ظن الصحابة الكرام في الله الظنون، وعندما زلزلوا زلزالا، عندما أصبح المشهد صعبا جدا جدا جدا، جاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وزرع فكرة مصورة، فكرة مع الصور. عندما ضرب الصخور وكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فسأله الصحابة الكرام: لماذا كبرت يا رسول الله؟ فقال: في الأولى رأيت القصور البيضاء فتحت فارس، في الأولى. في الثانية رأيت القصور الحمراء فتحت الشام، في الثالثة رأيت بوابة اليمن فتحت اليمن. فنقلهم من مستوى الفكرة إلى مستوى الصورة، نقلهم من مستوى الفكرة إلى مستوى الصورة، ثم بعدين انتقلوا إلى مستوى الإدارة، ثم إلى مستوى القيادة. كما ترون العنوان هناك: من عالم التفكير إلى عالم القيادة. إخواني الكرام، هناك أربعة مراحل تمر بها المشاريع: مرحلة التفكير، ومرحلة التخطيط، ومرحلة الإدارة، ثم مرحلة القيادة. أنا بدأت بهذا المثال لأنكم تعرفونه جيدا. محمد الفاتح عندما فتح القسطنطينية بدأت قصة الفتح بفكرة في عقل محمد الفاتح وهو صبي. هيرتزل الذي أسس للصهيونية العالمية ووضع مشروعا لإقامة دولة صهيونية على أرض فلسطين، بدأ بفكرة. دعوني أذكر هؤلاء وهؤلاء. بدأ بفكرة. كريستوف كولومبوس عندما أراد أن يكتشف ماذا وراء المحيط كانت فكرة.
ثم اكتشف عالما جديدا ونشر في ذلك العالم اللغة الإسبانية، وأصبحت أمريكا ناطقة بالإسبانية ممكن 75%. فهذه أفكار يا إخواني. فهل نستطيع نحن أنا وأنتم أن نحول أفكارنا إلى مشاريع عملاقة؟ نعم نستطيع إذا عرفنا كيف. نستطيع إذا عرفنا كيف. هذه مسألة أولى إخواني. المسألة الثانية، نحن في حاجة إلى أن نعرف لماذا نحن هنا، لماذا نحن في هذه الحياة، لماذا خلقنا المولى عز وجل. ربنا عز وجل خلقنا لمهمة. طبعا هذه المهمة بالاستقراء القرآني سنعرف بأنها العبادة والخلافة والعمارة. فهل نقوم بحقها؟ علامة استفهام. يجب أن نقيم مستوى أدائنا حتى نعرف إذا كنا نقوم بواجباتنا على أفضل ما يكون. نعم نحن نجتهد، ولكن نجتهد بالصورة المطلوبة أم نجتهد ضمن ما يسمى ردود الأفعال؟ للأسف أغلب أفعالنا هي ردود أفعال. نحن لا نملك الفعل، نملك رد الفعل. طبعا رد الفعل يملكه من صنع الفعل، الذي صنع الفعل هو يملك رد فعلنا. فنحن للأسف لا نملك شيئا، ولا زلنا في عالم التفكير دون أن ننتقل منه إلى عالم التخطيط. إخواني، لو أسألكم كم عدد الأفكار التي عندكم، من الصعب أن تجيبوا عن هذا السؤال، وهذه مشكلة في حد ذاتها. أنا لا أعرف كم أملك من التفكير. يعني كلنا يعرف كم يملك من المال، يملك من المال كذا وكذا، والتفكير ثروة. كم نملك؟ لا نعرف. لا نملك أداة لقياس مستوى التفكير أو عدد الأفكار التي في داخلنا. بل بالعكس، يعني أفكارنا في الداخل تعمل لنا اضطرابات وصراعات ومشكلات. بدل ما نستفيد من عملية التفكير أو من عالم الأفكار، نحن متضررون من عالم الأفكار. نحن متضررون الآن من عالم الأفكار، لأن عالم الأفكار لم نستطيع أن ننتقل منه إلى عالم الأفعال بطريقة منظمة. إخواني الكرام، أريد في هذه الجلسة الأولى ممكن تدوم حوالي ساعة ونصف تقريبا، أقل ولا أكثر، أن أعطيكم أن أتكلم في كيف يمكن أن نفهم عالم الأفكار، كيف نستطيع أن نستفيد من عالم الأفكار، أو بعبارة أخرى كيف يمكن أن نستفيد من النظام، هذا النظام الذي تدار به الأشياء، يدار به الكون، تدار به الحياة، يدار به الإنسان. فكيف يعمل النظام؟ هذا السؤال مرتبط بالسؤال الأول، كيف نحول أفكارنا إلى مشاريع عملاقة. دعوني أطرح سؤالا آخر له علاقة بهذا السؤال، وهو كيف يعمل النظام. لو نعطيكم الآن سيارة جديدة لها تقنية جديدة، هل نستطيع أن نقود هذه السيارة؟ لا نستطيع، لأننا لا نعرف كيف يعمل النظام. فقبل أن أقود السيارة، قبل أن أستفيد منها وقبل أن أستمتع بها، من الضروري أن أتعلم كيف يعمل نظام هذه السيارة، كيف تقاد هذه السيارة. فكذلك الكون والحياة، ربنا عز وجل أعطانا الكون المكان، أعطانا الحياة الزمان، أعطانا العقل بقسميه المادة والطاقة، أعطانا هذه الأشياء لنعيش سعداء، لنسعد في هذه الحياة. ولما نقول لنكون سعداء، سعادة تعني التوازن في النجاح، لنكون ناجحين ماديا ومهنيا وعلميا وصحيا وروحيا وعائليا واجتماعيا وفي كل الجوانب. حتى نحصل على هذا المعنى نحن في حاجة لنفهم كيف يعمل النظام، الكون، الحياة، العقل، هذه الثلاثية. إخواني الكرام، أنا سأستعرض معكم 3 4 5، لا أدري كم حسب الوقت، يعني 3 ولا 4 ولا 5 قوانين، أو دعوني أقول مقدمات منطقية
تساعدنا على فهم كيف يعمل النظام. إخواني، نيوتن عندما اكتشف قانون الجاذبية فهم كيف يعمل نظام الجاذبية. عندما اكتشف القانون، هذا عبارة عن نتيجة من نتائج كيف يعمل النظام، ثم سخر هذا النظام لخدمة الإنسان، وأصبحنا بعد اكتشاف قانون الجاذبية نستطيع أن نسير المركبات في الفضاء، الطائرات، الأقمار الصناعية، الصواريخ إلى آخره، بالإضافة إلى أشياء أخرى لها علاقة بالاتصالات، لها علاقة بالهندسة إلى آخره. خلوني أتجاوز هذه النقاط الأولى حتى لا يضيع الوقت، لأنني سأركز على فكرة كيف يعمل النظام. سأركز على فكرة كيف يعمل النظام، هذا المحور. وخلوني نقول 5 قواعد أساسية للفهم والإدراك. 5 قواعد أساسية للفهم والإدراك، مش 3. نحن عندنا 3 سنتكلم فيها، ولكن إذا كان هناك متسع من الوقت سأتكلم عن 5 قواعد للفهم والإدراك. إخواني الكرام، العقل هبة إلهية، منحة ربانية عظيمة. العقل خطاب، هو سر التكليف، هو سر التكريم والاستخلاف. ولكن أعتقد بأننا لا زلنا لا نفهم كيف يعمل النظام، كيف يعمل هذا العقل. نحن في حياتنا نستطيع أن نقيس كثير من الأشياء. هناك قاعدة في الإدارة تقول: ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته. ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته. تخيلوا، نحن جالسين في هذه الجلسة وأنا لا أعرف وأنتم لا تعرفون كم مدة هذه الجلسة. جلسنا ولا أحد منا يعرف كم مدة هذه الجلسة. هل نستطيع أن نسير هذه الجلسة؟ لا نستطيع. متى تنتهي؟ فإذا لا أعرف كم هي المدة، أنا لا أستطيع أن أنظم أفكاري حتى أقدمها في المدة المتفق عليها. أعتقد بأن هذه الجلسة مدتها إلى غاية الساعة 4 عصرا. فلذلك نحن سنتحكم في إدارة الزمن، نتحكم في إدارة الزمن ونوزع الأفكار على الزمن ونستفيد من هذه الجلسة. وفقا لهذه القاعدة: ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته. سأسأل عن القياس. أداء العقل، هل لأداء العقل قياس؟ هل نستطيع أن نقيس أداء العقل؟ لا نعرف، لم نتعلم ذلك ولا نعرف ذلك، وما سمعنا بأن أداء العقل له قياس يقاس. صح، هناك بعض المعايير غير المقاسة محسوسة، ربما نستطيع من خلال القيم والتشريع والعقيدة نعرف أداء العقل بصفة عامة، ولا نستطيع أن نقيس أداءه. تعرفون يا إخواني الكرام بأن العلم منذ بداية الإنسان إلى يومنا هذا عمل جهدا لتقاس كل الأشياء تقريبا. الزمن يقاس بالساعة، والساعة 60 دقيقة. المسافة تقاس بالكيلومتر، والكيلومتر 1000 متر. الأوزان تقاس بالكيلوغرام، والكيلوغرام 1000 غرام. نبض القلب يقاس، دقة البصر تقاس، الرياح تقاس، ضغط الدم يقاس، قياس السكر يقاس، السرعة تقاس، الطاقة تقاس، الكهرباء تقاس، كل شيء يقاس. لماذا أداء العقل ما عندوش أداة قياس؟ دكتور ديفيد هاوكنز، هذا أمريكي متدين صوفي، أمريكي متدين صوفي، يعني يأخذ هذا المنهج، يعني طرح هذا السؤال ووضع لنا مؤشر يسمى مؤشر، بعدين سمي مؤشر هاوكنز، مؤشر ديفيد هاوكنز. وضع لنا سلما لقياس أداء العقل من 1000 نقطة. فهناك إذن مؤشر لقياس العقل من 1000 نقطة. نحن هدفنا الآن أن نرتفع من مستوى 400 نقطة إلى مستوى 500 نقطة في أداء العقل. هذا هدف رائع.
يخليني أشعر بالنمو. ولكن إذا لا أستطيع أقيس مستوى الأداء الآن، لا أستطيع أنني أضع خطة للتطور أو للرقي بأداء العقل. لا أستطيع، لأنه ما عندي أداة قياس الآن. يبدو صار يسكر الكمبيوتر وبعدين يحتاج دخول من جديد. ما هي مشكلة، معلش. إخواني، أعود إلى الموضوع، وهو كيف يمكن أن نفهم النظام في سياق كيف نحول أفكارنا إلى مشاريع عملاقة. أنا فقط هنا أردت أن أشير إلى أن هناك إمكانية لقياس الأداء، لقياس أداء العقل انطلاقا من أدوات فهم النظام. عندما تصير عندنا أدوات لفهم كيف يعمل النظام، نستطيع أن نقيس مستوى أداء العقل. وقياس مثل ما نقيس الضغط، عندما نذهب للطبيب ويقيس لي الضغط ويقول لي عندك ضغط مرتفع، يعطيني دواء حتى نعدل الضغط، ولا يقول لي عندك سكر زايد، وطبعا هذا مهدد للصحة، يعني يعطيني الدواء حتى أتغلب على زيادة السكر في الدم مثلا، وغير ذلك مما تعرفون من الأمور المتعلقة بالصحة والسلامة والطاقة إلى آخره. إخواني، هذه مقدمة فقط، ولكن دعوني الآن أنتقل معكم إلى قواعد الفهم والإدراك. أرجو أن تطلعوا إلى هذه الصورة. هذه صورة جبل الجليد. لو أسأل ما حقيقة جبل الجليد، كثير من الناس لا يدركون الباطن، يعتقدون بأن جبل الجليد هو فقط ذلك الجزء الظاهر، يعني فقط الجزء الظاهر هو جبل الجليد، والجزء الباطن هو لا يراه، لا يدركه، هو غير موجود في إدراكه. يعني الباطن غير موجود في إدراك المدرك. لو ما عندوش معلومات سابقة على أن هناك باطن وظاهر، سيجيب جبل الجليد الكتلة الظاهرة فقط، وهذه الإجابة خاطئة. هذه الإجابة لا تعبر عن الحقيقة. لذلك نقول يا إخواني الكرام، وأرجو أن تكتبوا هذه القاعدة الآن. خليني أبين المقدمة الأولى. نقول لكل شيء حقيقة فاصلة، وحقيقة الشيء ما هي؟ الظاهر والباطن. جبل الجليد له جزء ظاهر كتلته 5%، 7%، 10%، والباطن كتلته قد تصل إلى 90%، 95% إلى آخره. فإذا المقدمة الأولى التي تجعلنا نفهم، أو هي من مقدمات الفهم والإدراك، ندرك أو نكتشف الحقيقة، هي هذه المقدمة: لكل شيء حقيقة، وحقيقة الشيء الظاهر والباطن كما ترون الآن. إخواني، الظاهر عادة يشكل 5% من الحقيقة، والباطن يشكل 95% من الحقيقة. أعطي أمثلة الآن. لو أسأل الآن عن حقيقة العقل، ما حقيقة العقل؟ لاحظوا معي، دائما عندما تسمعون سؤال عن الحقيقة أو الحق، لا تتسرع في الإجابة، فلتكن إجابتك الأولى المنهجية: الظاهر والباطن. احفظ الكلمة هذه. عندما تريد أن تبحث عن الحقيقة، ضع أمامك هذا المنهج: الحقيقة هي ظاهر وباطن. ربنا عز وجل هو أكبر حقيقة في هذا العالم، سمى نفسه الظاهر والباطن. دعوني أطرح السؤال إذن: ما حقيقة العقل؟ كيف راح تكون الإجابة المنهجية؟ الظاهر والباطن على طول. ثم بعدين نعرف، نقول الظاهر نسميه الوعي، والباطن نسميه اللاوعي. طبعا تقسيم العقل معروف عند علماء المسلمين منذ البدايات الأولى. يعني أنا وجدت عند أبي حامد الغزالي، عند الإمام أبي حامد الغزالي، تقسيما للعقل في الإحياء، يقول: العقل عقلان: عقل الإدراك وعقل التجارب. عقل الإدراك هو الظاهر،
وعقل التجارب والباطن. ربي عز وجل يقول إن السمع والبصر العقل الظاهر والفؤاد العقل الباطن كل أولئك كان عنه مسؤولا. هناك كلام منسوب للإمام علي كرم الله وجهه، وجدته في العقد الفريد لابن عبد ربه، عنده كتاب في الأدب وفي الفكر والتاريخ معروف يعني العقد الفريد. فيقول العقل عقلان، عقل الحواس وعقل الغرائز. عقل الحواس والظاهر وعقل الغرائز والباطن. وبعدين تطور المصطلح، عقل الحواس أصبح يسمى عقل الإدراك، ثم تطور أصبح يسمى الوعي. وعقل الغرائز أصبح يسمى عقل التجارب، ثم تطور في علم النفس الحديث وأصبح يسمى اللاوعي. اللاوعي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رب كلمة يتفوه بها المرء من سخط الله لا يلقي لها بال، أي لا واعية. والوعي أشير إليه في القرآن الكريم في قوله تعالى لتعيها أذن واعية. فلما نعمل استقراء للثقافة الإسلامية انطلاقا من القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال العلماء سنجد هذا التقسيم، يعني التقسيم هذا قديم وليس حديثا. فالسؤال الذي طرحته ما حقيقة العقل؟ قلتم الظاهر والباطن. الظاهر أسميناه الوعي، كتلته 7% حسب دراسات جامعة هارفارد 1976، والباطن هو اللاوعي وكثافته 93%، مثل ما ترون هذا الشريط يعني 95. أطرح السؤال الآخر حتى نفهم هذه القاعدة جيدا. ما حقيقة الحياة؟ ما حقيقة الحياة؟ حتى ما لا نتوه عن المنهج، تكون الإجابة الأولى ما هي؟ ظاهر وباطن. ممتاز. كيف نسمي الظاهر؟ كيف نسميها؟ لا، أنا قلت الحياة ما قلتش العقل، قلت الحياة الآن. الدنيا والباطن. رائع. الدنيا هي 0.0001%، الآخرة 9 مجموعة 9%. والكافر يقول يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي، وهو يتكلم عن الآخرة واسمها حياة. فإذا حقيقة الحياة هي الدنيا والآخرة، مش الدنيا فقط كما قد يعتقد بعض النساك وبعض الناس الذين تركوا الدنيا بحجة أن الآخرة هي الحياة، وليست هي الدنيا فقط كما يعتقد من استغرق في ملذاتها ودخل مجالات الحرام والممنوع بحجة أن الحياة هي الدنيا والآخرة كأنه غير موجودة، يعني للأسف لأنه لا يراها. عندي سؤال آخر معليش في هذه القاعدة دائما. ما حقيقة حدث خرق السفينة في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام؟ الإجابة المنهجية ظاهر وباطن. رائع. يعني هنا عندنا إطار منهجي للتفكير. عالم التفكير أستطيع التحكم في عالم التفكير وفقا للإطار المنهجي انطلاقا من هذه القاعدة ظاهر وباطن. ممتاز. ما هو الظاهر في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام في خرق السفينة؟ ما هو الظاهر؟ هو خرق السفينة. إفساد. وطبعا إذا كان في إفساد يجب أن يتدخل الحاكم لينكر الفساد. طيب ما هو الباطن؟ إنقاذ السفينة والصيادين وحماية الصيادين. ولذلك لاحظوا أدب موسى عليه السلام عندما أنكر، لأنه حتى موسى يا إخواني يعرف بأن هناك حقيقة وظاهر وباطن. الدليل عندما بدأ البحث، رحلة البحث عن الخضر، ربنا عز وجل أخبره قال له وآتيناه من لدنا علما. موسى يعرف بأن الخضر له علم اللدن، علم الباطن، هو يعرف كيف ينكر عليه. ولكن موسى عليه السلام كان مأمورا بالإنكار انطلاقا من الحدث الظاهر فأنكر عليه. ولكن لاحظوا صيغة الإنكار، ما قالوش أخرقتها لقد جئت شيئا إمرا،
لا، قالوا لا، قالوا أخرقتها لتغرق أهلها. يا موسى إذا خرقتها ليس بقصد إغراق أهلها فأنا لا أنكر عليك. يا الخضر أيها الرجل الصالح، إذا خرقتها لا لقصد إغراق أهلها فأنا لا أنكر، ولكن أنكر عليك إذا خرقتها بقصد إغراق أهلها. شوفوا الصيغة يعني. موسى عليه السلام كان يدرك بأن هناك حقيقة، هناك ظاهر وباطن، ولكن كما قلت هو مأمور بإنكار المنكر الظاهر ثم بالبحث عن الحقيقة ليتحول من إنكار إلى توافق أو إلى مجاراة أو إلى ما شابه ذلك. إخواني، ما حقيقة عمرة الحديبية؟ منع النبي الكريم في العام السادس الهجرة أخذ صحابته وأعتقد 1400 صحابي وذهبوا إلى مكة للعمرة بعدما رأى تلك الرؤية يعني، ولكنه منع من دخول مكة من قبل قريش، منعوه من دخول مكة. الظاهر منع، طبعا منع ألم مزعج، والألم والمنع يولد الحزن في الواقع، الألم أو المنع يولد الحزن، ولكن لماذا نحزن بناء على المعلومات الظاهرة فقط؟ نحن يفترض أن لا نتخذ قرارا بناء على المعلومة الظاهرة فقط، قراراتنا بناء على الحقيقة وليس على الظاهر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن صالحوني صلحا قبلت. وكان يفاوض على الصلح وليس على دخول مكة. دخول مكة بعدين ما عندنا مشكل، فالصلح أنا أرجع ما هي مشكل، يعني لأن هناك يعني عند أهل مكة عند قريش هناك أنفة، هناك شعور بأنهم لهم الغلبة لهم السيطرة، ما هي مشكل نعمل صلح ونرجع، وبعد سنة أوثق في العقد أو في الصلح بأنني سأعود معتمرا في سلام وليس عمرة في حرب كما كان الأمر الظاهر يعني. فإخواني الكرام، الظاهر منع والباطن فتح. أي نعم، في حياتنا إخواني ألا يحصل مثل هذا؟ يعني يحصل معنا منع أحتاج وظيفة فلا أحصل عليها، أقوم بمشروع تجاري فأخسر مالا، ربما يعني في أمور امتحانات من أجل شهادة عليا قد لا أحصل على تلك المنحة، أريد أني أهاجر إلى بلد معين فما يعطوا لي تأشيرة، أنا بدي أسافر على أمريكا ولا أسافر على بريطانيا ما يعطوا لي تأشيرة، هذا منع، هذا الظاهر صح. خلونا نقول يا إخواني لكل شيء حقيقة، وحقيقة الشيء ذلك الحدث ظاهر وباطن. الظاهر منع كما ترون، الباطن يتجلى وأنت من يصنع نوع التجلي كما سأبين. فإذا تحكمت في الحدث سيكون الباطن وفقا لما تريد، وفقا للإرادة. ربي عز وجل يقول في القرآن الكريم: وما كان عطاء ربك محظورا. يا إخواني العطاء ممدود، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. نحن عندنا قاعدة، إذن قاعدة عقلية تنظم عملية التفكير، أيضا عالم الأفكار. أنا أدرك تماما بأن العطاء ممدود، هناك موجود فيه موجود وفيه ممدود. الماء موجود ولكن هذا ممدود، عندما أقربه منك ممدود، يعني ليس فقط موجودا، موجود وممدود. ولكن المشكلة يا أخواني الكرام، نحن عندنا خلل في فهم كيف يعمل النظام. هذا الممدود يخضع لقوانين الإمداد فقط، قوانين الإمداد، فخلونا نفهم قوانين الإمداد حتى أستفيد من الممدود. طيب إخواني، هذه مقدمة أعتقد بأنها مهمة تساعدنا في تنظيم عملية التفكير، ومن ثم سنخطو خطواتنا بكل ثقة نحو عالم القيادة، من عالم التفكير إلى عالم القيادة، أو كما قلت كيف نحول أفكارنا إلى مشاريع عملاقة.
ولكن أنا الآن مع فهم كيف يعمل النظام. دعوني أنتقل معكم إلى المقدمة الثانية. أعتقد بأن المقدمة الأولى واضحة، صح؟ واضحة؟ رغم أنني حاولت أن أختصر ما يتعلق بها حتى لا أطيل. المقدمة الثانية إخواني الكرام، دعوني أعود معكم إلى جبل الجليد. هذه الصورة، أيهما بدأ أولا، الظاهر أم الباطن؟ الباطن هو الذي بدأ أولا ثم بدأ. ممكن تغيرون الإجابة؟ ممكن عندكم أعطيكم فرصة ثانية؟ لا، إذا أنتم متأكدون بأن الباطن أولا ما تغيروا الفكرة، يعني خليها في الباطن أولا. الاثنان من الإجابة يعني. وذكية الإجابة هذه. هو أساسا الباطن وين جد؟ الباطن أولا؟ طيب الباطن أساسا وين جد؟ لأنه الظاهر. هذا رأيك؟ نعم. أحسنت، وهو كذلك. لاحظوا إخواني الكرام، احنا قلنا جبل الجليد. ما هو الجليد؟ ما أصل الجليد؟ ماء. ما أصل الماء؟ غازات، بخار ماء، غازات. وين موجودة الغازات؟ في الظاهر، في الجو، في الظاهر، مش في البحر. وبالتالي عندما تكون درجة حرارة منخفضة، تلك الغازات بخار الماء يتحول إلى ماء ثم يتحول إلى جليد. فأول قطرة جليد كانت في الظاهر، وبعدين القطرة الثانية الثالثة الرابعة 1000 مليون 10 ملايين، وصارت هناك كثافة. فماذا يحصل؟ تبدأ تغوص في الأعماق ويبدأ يتشكل الباطن. لذلك دعوني أقول بأن الباطن هو نتيجة من نتائج ماذا؟ لا في كلمة ناقصة هناك، اختاروا لي كلمة مناسبة. الباطن هو نتيجة من نتائج تراكم جيدة. شوفوا كيف يسموه لما تجي قطرات من السماء، قطرة 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 قطرة، كيف نسموه هذا؟ تجمع، نسموه تدفق. الباطن هو نتيجة من نتائج تدفق الظاهر. وضعوا خطا تحت كلمة تدفق. الباطن هو نتيجة من نتائج تدفق الظاهر. خلونا نطبق هذا الكلام، هذه القاعدة، هذا القانون أو هذه المقدمة على الأمثلة السابقة. فنقول الوعي نقول اللاوعي، لأنه قلنا الباطن. اللاوعي هو نتيجة من نتائج تدفق الوعي. التجارب عند الغزالي في التقسيم، التجارب هي نتيجة من نتائج تدفق الإدراك. الفؤاد هو نتيجة من نتائج تدفق السمع والبصر. رائع. الآخرة هي نتيجة من نتائج تدفق الدنيا. هذه الدنيا يا إخوان، يعني كل ثانية من حياتنا تحدث دفقة إلى الآخرة، إما أن تكون نور أو ظلمة، يعني سيئة ولا حسنة. ويوم القيامة سوف نجد ذلك الأثر، سنجده نورا أو ظلمة. لذلك يعني ينادي المنافقون على المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم. ماذا يقولون لهم؟ ارجعوا وراءكم. وراءكم أين؟ دنيا. فأنوار الآخرة هي نتيجة من نتائج تدفق أنوار الدنيا. قانون يا إخواني. فإن حصل تدفق غضب، حزن، سخط، ما أدري، هذه المعاني السلبية، شك، خوف، فتأكد بأنه هذا عبارة عن تدفق للظلمة. أما إذا حصل حب، رضا، تسليم، يقين، هذه المعاني يعني هذا عبارة عن تدفق الأنوار. طيب، نجاة الصيادين في قصة السفينة، نجاتهم
هو نتيجة من نتائج تدفق أحداث ما بعد خرق السفينة. فتح مكة هو نتيجة من نتائج تدفق أحداث ما بعد عمرة الحديبية، لا حتى قبل الصلح، العمرة، الصلح بعدين. فتح مكة هو نتيجة من نتائج تدفق أحداث ما بعد عمرة الحديبية. إخواني الكرام، اللي يهمني هنا أكثر هو هذه القاعدة، اكتبوها الآن: القدرة هي نتيجة من نتائج تدفق الإرادة. القدرة هي نتيجة من نتائج تدفق الإرادة. أعطي مثالين حتى يتضح هذا المقال جيدا. مرة سألني أحد الأصدقاء 2017، قال لي: دكتور، كيف تستطيع أن تزور في السنة الواحدة 50 و55 دولة؟ في سنة واحدة تزور 55 دولة؟ من أين حصلت على هذه القدرة؟ فقلت له: هذه القدرة هي نتيجة من نتائج تدفق الإرادة. أقصد القدرة على السفر هي نتيجة من نتائج تدفق إرادة السفر. القدرة على كسب المال هي نتيجة من نتائج تدفق إرادة كسب المال. أعطيكم المثال معليش. إخواني، عندما كنت في سن 12، في هذا السن كنت أتابع في التلفزيون الجزائري يومها كما تعلمون قناة واحد، وتفتح في اليوم 4 ساعات، وبالتالي عندما نفتح التلفزيون ليس هناك بدائل أخرى، لا بد أنك تتبع بس الموجود في التلفزيون. فكنت أشاهد شريط وثائقي، برنامج وثائقي يحكي قصص المدن التاريخية الإسلامية، وأعجبت بهذا البرنامج وأنا في سن 12. يعني مرة عرضوا لنا دمشق وبغداد وقرطبة ومراكش وتلمسان وسمرقند وإسطنبول ومدن تاريخية معروفة في العالم الإسلامي، وكنت أكتب أسماء هذه المدن حتى وصلت إلى 40 مدينة. مع بداية 13 كتبت حلما: عندما أكبر سأزور 40 دولة عبر العالم وسأزور كل هذه المدن. هذه بداية الإرادة. هنا الآن أنشأت ملف إرادة. أنا أنشأت ملف إرادة، ما زال ملف صغير فيحتاج استمرار تدفق حتى يقوى. ما رأيكم يا أخونا الكرام؟ حلمي في سن 13 أن أقوم بجولة عبر العالم. متى أبدأ؟ الآن ولا عندما أكبر؟ الآن، لأنه لو أضع حلمي في الأدراج ونقول أنا طالب الآن في المدرسة ولا صغير وما عندي المال وما عندي علاقات، عندما أكبر أبدأ مع هذا الحلم، فإن ذلك الحلم سيموت يا إخوان. الأحلام إذا لا تتنفس تموت، ومن ثم ينبغي أن نبدأ بالمتاح حتى أضمن بأن حلمي يتنفس. وأنا بدأت فعلا بزيارة القرى والمدن القريبة المجاورة، ولكن وكنت أستمتع بذلك. ثم بدأت بعد ذلك أجمع العملات نقود، هكذا قطعة نقدية صغيرة عند الأصدقاء الجيران، يعني في إطار في الماضي كانت عبارة عن نوع من التواصل، يعني نوع من الهوايات اللي عندها علاقة بالتواصل. والله يا إخواني في سنتين جمعت حوالي 100 دولة، 100 دولة قطع نقدية صغيرة هكذا، طوابع البريد والبطاقة البريدية. وفي كل يوم أضحى أمامي هذا العراق، تركيا، ألبانيا، أوزبكستان، ماليزيا. كل يوم أعمل جولة عبر العالم افتراضيا انطلاقا من هذه الهواية يعني. فأنا بدأت بالمتاح. بعد سنة، في سن تقريبا 14 سنة، 14 ونص حتى 15 سنة، بدأت أهتم بكتب التاريخ والجغرافيا، وعدت أبحث عن الكتب اللي فيها خرائط، فأرسم الخريطة منذ كان في عمري 14 سنة 15 سنة. والله يا إخواني أرسم الخريطة بدقة غير عادية، حتى الجزر الصغيرة، جزر الكناري وجزر هاواي وجزر السيشل وجزر زنجبار أعرفها في الخريطة في سن 15 سنة.
ما رأيكم فيها؟ هذا عبارة عن تدفق إرادة إخواني. اللي كان يصير هو تدفق إرادة. أنشأت ملف، نعم أريد، عندما قلت أريد أنا أنشأت ملف إرادة، ولكن الملف ضعيف يحتاج تقوية، فبدأ تدفق الإرادة بالمتاح. يبدأ التدفق بالمتاح ثم الممكن ثم بعد الممكن يعني. طيب، في الثانوي اكتشفت كتب الرحلات، ابن بطوطة، ابن جبير الإدريسي إلى آخره، ولعلي قرأت رحلة ابن بطوطة 5 مرات. في الجامعة بدأت أهتم بالتعرف على الرحالين، ويومها لم أسافر إلى أي بلد. لا زال الحلم حلما، ولكن التدفق مستمر. وكما قلت تطبيقا لهذه القاعدة، القدرة هي نتيجة من نتائج تدفق الإرادة، إرادة وقدرة. طيب، فالقدرة تصنع، القدرة صناعة إخواني، والقدرة تصنع باستمرار تدفق الإرادة. حتى الماء لو نحط صخرة هنا، صخرة صلبة صماء، ونسلط عليها تدفق الماء قطرة بعد قطرة، ماذا يحصل بعد فترة من الزمن؟ ستحفر الصخرة، وإذا استمر الأمر ستشق الصخرة إلى نصفين. ما الذي حصل؟ تدفق الماء، استمرار تدفق الماء، وهو ضعيف. الماء عبارة عن يعني أقل من الغرام لما نحسب وزنه يعني، ولكن استمرار تدفق الماء على الصخرة كسر الصخرة فصنع القدرة. فالماء نعم يستطيع أنه يكسر الصخور، لأن استمرار تدفق الإرادة يؤدي إلى القدرة. هذا الذي حصل معي في هذا المثال إخواني الكرام. وبعد ذلك بدأت أجد فرصة لأسافر مع هؤلاء الرحالين. كانوا يأتون عندنا إلى الحي الجامعي، يبيتون عندنا لأن المطار كان بجانبنا، وفي الصباح يذهبون إلى المطار. فمرة سألت أحدهم قلت له: عمي إلى أين تذهب؟ قال لي: إلى اسطنبول. ثم مرة أخرى جاء عندنا إلى دمشق، إلى القاهرة، هو تاجر شنطة، تاجر شنطة. فذهبت أنا إلى الخطوط الجزائرية، المحل خطوط الطيران، وسألتهم قلت لهم: كم يكلف سعر تذكرة السفر إلى اسطنبول ذهابا وإيابا؟ قالوا لي: أنت طالب؟ قلت لهم: نعم أنا طالب. قالوا: الطالب عنده تخفيض 50%، يدفع نصف القيمة، وعنده في الميزان زيادة 100%، إذا 20 كيلو هو عنده 40 كيلو. فعندما جاء هذا الشخص مرة أخرى إلى الحي الجامعي وكان مسافر القاهرة، قلت له: يا عمي لماذا لا أذهب معك وأنا أساعدك في هذا العمل، تجار الشنطة؟ قلت له: سوف تستفيد مني كثيرا، تذكيراتي رخيصة وميزاني أكثر. قال: هذا موجود؟ قلت له: نعم، وبينت له ذلك. قال لي: إذن المرة القادمة تذهب معي. وسافرت معه إلى 18 دولة خلال 2 بلاش، مجانا، وكنت في كل مرة أحصل على هدايا وبدلات وإلى آخره. ولكن لاحظ، أنا الوحيد اللي انتبه إلى هذا الأمر، بينما باقي الطلاب لم ينتبهوا. لماذا؟ لأنهم لا يملكون إرادة أو لم يحصلوا على تدفق إرادة بشكل كاف حتى ينتبه لهذه الفرصة. وبعدين تيسر الأمر وسافرت إلى 96 دولة عبر العالم، وباحتساب التكرار سافرت إلى 620 دولة باحتساب التكرار، ولعلي ركبت الطائرة 1100 مرة. القصة إخواني الكرام هو القدرة والإرادة. تعلمون بأنه لو ننظر إلى موضوع القدرة والإرادة، الظاهر والباطن، الظاهر والإرادة والباطن هو القدرة، سنجد بأن سكان العالم يقسمون إلى 4 أقسام. هناك أشخاص يريدون ولا يقدرون، هذه فئة موجودة. هناك فئة ثانية يقدرون ولا يريدون. هناك فئة ثالثة لا يريدون ولا يقدرون. وهناك فئة رابعة يريدون ويقدرون. هرتزل يريد ويقدر، واستطاع أن يبني وطنا قوميا لليهود. كريستوف كولومبوس يريد ويقدر، استطاع أن يكتشف عالم جديد
محمد الفاتح يريد ويقدر، فتح القسطنطينية. ولكن للأسف يا إخواني، نحن في هذا الزمان كثير منا يريد ولا يقدر. هناك مشكلة، كيف نحل هذه المشكلة؟ المشكلة هي في تنظيم عالم الأفكار. دائما أعود إلى عالم الأفكار. إذا لا نستطيع أن أقود عملية تفكير انطلاقا من فهم كيف يعمل النظام، لا يمكن أبدا أن أصل إلى مستوى القدرة. لا أستطيع أن أصل إلى مستوى القدرة إخواني الكرام. طيب، إذا القاعدة: الباطن هو نتيجة من نتائج تدفق الظاهر. وما أكدت عليه هنا هي معادلة الإرادة والقدرة، أو الفعل هو نتيجة من نتائج تدفق الفكرة، الأفعال هي نتيجة من نتائج تدفق الأفكار. ولكن خلونا نتحكم في عملية تدفق الأفكار حتى تكون مخرجاتنا في عالم الأفعال جيدة. نعطيكم مثال إخواني. كثير من الناس الآن يقومون بجهد كبير 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 جدا، يستيقظون صباحا باكرا، يذهبون إلى أعمالهم، هناك مشقة، هناك ازدحام، هناك ضغط عمل، هناك إدارة سيئة ربما في المؤسسة فيجد معها مكابدة وتعب إلى آخره، ثم يعود في المساء منهكا إلى بيته وينام. في اليوم الثاني يكرر نفس الأعمال، في اليوم الثالث يكرر نفس الأعمال، وتنتهي السنة والسنتان ولا يحصل على أي شيء، فقط على مبلغ من المال للأكل والشرب. أليست هذه مشكلة إخواني؟ هذه مشكلة. عارفين لماذا؟ لأن كثير من الناس، خلي يقول كثير، هذه تعني 97%، كثير معناها 97%، بدأوا من عالم الأفعال وكأنهم لا يملكون عالم الأفكار، عايشين في عالم الحركة فقط، في عالم الفعل فقط. وأين عالم الفكر؟ عالم التفكير غير موجود. خلوني في موضوع الظاهر والباطن إخواني. تخطيط، ما حقيقة التخطيط؟ السؤال الأول، حقيقة التخطيط ظاهر وباطن. الظاهر هو الأفعال والباطن هو الأفكار. الظاهر هو التخطيط التشغيلي والباطن هو التخطيط الاستراتيجي. وطبعا هذا الأمر يصعب شرحه الآن لأنه يحتاج إلى مقدمات خاصة به أيضا. إخواني، التقيت في أديس أبابا في إثيوبيا مع شاب جزائري اسمه عبد الله. اسمعوا القصة هذه جيدا. عبد الله شاب دون 30، لم يصل بعد إلى 30 سنة عندما التقيته في أديس أبابا. وعندما تعرفنا وسألته أخبرني بأنه يعمل كمستشار في منظمة في الاتحاد الإفريقي. الاتحاد الإفريقي منظمة دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى آخره، فهو مستشار في مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي. فنظرت إليه: يا عبد الله كم عمرك؟ أنا ما طرحت السؤال، هو فهم سؤالي هذا، فقال لي: لعلك تستغرب لأن سني صغير. قلت له: أي والله. قال لي: عمري 29 سنة وشوية. قلت له: كيف وصلت إلى هذا المنصب مستشار في الاتحاد الإفريقي؟ قال لي: دكتور عندي قصة طويلة شوية. قلت له: أنا مهتم بهذه القصة حتى نتعلم. فقال لي: عندما كنت في الثانوي قررت أن أعمل في منظمة دولية لأن حلمي هو التجول عبر العالم أو السفر عبر العالم، ولا أستطيع أن أتجول عبر العالم بدون أن أعمل في منظمة دولية أو شركة متعددة الجنسيات. فقلت عندما أكبر أعمل في منظمة دولية أو في شركة متعددة الجنسيات. طيب، نجح في شهادة البكالوريا وحصل على معدل متوسط كان يسمح له بالانتساب إلى كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ودخل كلية العلوم السياسية. يمكن الهاتف يستعمل خارج القاعة، الله يفتح عليكم. لا يسمح باستعمال الهاتف داخل القاعة، معذرة، أنا أعتذر منكم كل اعتذار يعني. طيب، واحد يتكلم أنا سأسكت. مرة كنت في رأس الخيمة، لا
ما يفيد هذا الأمر. المهم، فعبد الله قلت له، فأخبرني معذرة الأستاذ أنا آسف. فرحت الفكرة، شفتوا؟ لا ما رحت، بس ترجعها إن شاء الله. فعبد الله قال لي عندما كنت في الثانوي كان حلمي أن أعمل في منظمة دولية. نجحت البكالوريا وعملت ودخلت إلى كلية العلوم السياسية، وتخرج من كلية العلوم السياسية، ثم اصطدم بالواقع المر على أنه ما في وظائف، ما في إمكانية لمتابعة دراسة الماجستير. هكذا الوضع عندنا في الجزائر. وبقي سنتين بدون عمل وبدون دراسة، لأنه ما فيش مجال أنه يتبع دراسة الماجستير لظروف خاصة بالجزائر. سنتين بدون عمل يا أخواني الكرام، وحلمه أن يعمل في منظمة دولية. في السنة الثالثة اضطر عبد الله ليعمل في مجال الصباغة، فعمل صباغا. ولكنه قال لي: دكتور، عندما خرجت من الجامعة ألزمت نفسي بما يلي: أن أحفظ كل يوم 5 مصطلحات باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية لها علاقة بالعلوم السياسية والعلاقة الدولية. كل يوم 5 كلمات ضروري. هذا عبارة عن تدفق. من يوم ما طلع من الجامعة، 2 بطال وسنة يعمل صباغ، في كل يوم 5 مصطلحات. قال لي أيضا ألزمت نفسي في كل يوم، في كل أسبوع أقرأ مقالا في العلوم السياسية. طيب عندي سؤال يا إخواني الكرام، ما حقيقة عبد الله؟ ظاهر وباطن. ما هو الظاهر؟ صباغ. والباطن؟ مستشار أو باحث، ما تنسوا. ولكن عبد الله كانت تقول: يا بني، كل الدراسة اللي درستها راحت في الريح، أنت تعمل صباغ. أمه ترى فقط الظاهر، وعندما تعرف ابنها تقول: ابني الصباغ، ولا تعرف بأن هناك حقيقة، وهو أن عبد الله كان في كل يوم 5 مصطلحات. في 3 سنوات جمع قواميس العلوم السياسية والعلاقات الدولية ب3 4 لغات، حتى أنه كتب مقالا بعنوان الإغاثة في أماكن النزاعات المسلحة. في أحد الأيام يبحث في الإنترنت، وجد ملتقى في الكويت بعنوان الإغاثة في أماكن النزاعات المسلحة، بنفس العنوان الذي كتب فيه مقالا. فأرسل لهم رسالة، قال لهم: أنا عندي مقال أو بحث في هذا الموضوع. فقبلوه وذهب للكويت وقدم ذلك البحث. هناك التقى مع أحد الموفدين من الاتحاد الإفريقي، وكان شابا تونسيا يعمل في مجلس السلم والأمن، وأعجبته مداخلة عبد الله في هذا الموضوع. ثم سأله: ما هو عملك يا عبد الله؟ ماذا يقول له؟ ظهر هذه 5%. لا، هو سيعطي العمل اللي يمثل الكثافة الأكبر، فيقول له: أنا باحث في العلوم السياسية. صح ولا خطأ؟ لو قال سباق لكان خطأ. طبعا هذا المثال وهذا التطبيق على القاعدة له كثير مخرجات. فقال له: أنا باحث. قال له: ما رأيك أن تعمل معنا متطوعا في الاتحاد الإفريقي؟ قال له: أعمل. وبدأ متطوعا لمدة 9 شهور، ثم متعاقدا لمدة سنة، ثم أظهر كفاءة عالية وتم توظيفه في منصب مكتب هكذا. وبعد فترة مستشار في مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي براتب يتجاوز 10,000 يورو. هذا اللي قلتم سباغ إخواني. عبد الله عمره ولا كان سباغ، 5% سباغ. نحن إذا كان نعرف شخص يعني أخطأ خطأ في مقابل حسنات كثيرة، لا نقول بأنه مخطئ، نقول محسن. لهذا قال الحسن البصري رحمه الله، قال: من كثرت حسناته وهبت سيئاته لحسناته. من كثرت حسناته وهبت سيئاته لحسناته. فلا أنظر إلى أنه صباغ لأنه 5% ولا 4% ولا أقل. إخواني، هذا مثال آخر أردت أن أبين
من خلاله بأن الباطن نتيجة من نتائج تدفق الظاهر، فعبد الله صنع القدرة، الإرادة، استمرار تدفق الإرادة، مصطلحات كل يوم، مقالات كل أسبوع كل أسبوعين، النتيجة قدرة، فجذب إليه فرصة للعمل في منظمة دولية، وسافر حتى الآن إلى أكثر من 30 دولة عبر العالم بصفته موفدا للاتحاد الإفريقي في أعمال لها علاقة بتنظيم مؤتمرات الخاصة بالاتحاد الإفريقي وبالشراكات مع الاتحاد الآسيوي والاتحاد الأوروبي. أتمنى أن يكون هذه القاعدة واضحة إخواني. دعوني أنتقل إلى القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة ركزوا معي جيدا. بين ظاهر لا نريده وباطن لا ندركه نحن مطالبون بماذا حتى نجيب أشرح هذه الفكرة. ولاحظوا معي هذه القواعد أو هذه المقدمات هي إطار لتنظيم عملية التفكير، ثم الانتقال من عملية التفكير إلى عملية التخطيط، إلى عملية الإدارة، إلى عملية القيادة، أو الانتقال من عالم الأفكار إلى عالم الأفعال، فقط إطار للتنظيم. إخواني، بين ظاهر لا نريده، خرق السفينة، من يريد الإفساد؟ عمرة الحديبية، وصل المسلمون إلى مشارف مكة ثم منعوا من الدخول. بين ظاهر لا نريده وباطن لا ندركه، فتح مكة بعد سنتين، حماية الصيادين بعد ساعات. نحن مطالبون بماذا؟ بالسعي، ثبات، الاستمرار، العزيمة، الرضا، الفهم. أحسنت، كلمة الفهم كلمة جيدة. الالتزام، هذا كله صحيح. كلمة الفهم أقرب، هذا كله صحيح. كلمة الصبر كذلك صحيحة، ولكن في كلمة ذكرها الخضر عليه السلام في نهاية قصة السفينة والغلام والجدار. ماذا قال لموسى عليه السلام عندما شرح له ماذا حصل؟ بعدين هذه البداية، الصبر، الرشد. قال له ذلك تأويل، نحن مطالبون بالتأويل. اكتبوا هذه الكلمة رجاء. شوفوا إطار التفكير أولا إدراك الحقيقة، التحكم في عملية التدفق، القدرة على التأويل. هذا يساعدنا في عملية تنظيم الأفكار. إطار التفكير أولا إدراك الحقيقة، القاعدة الأولى. ثانيا القدرة على عملية التدفق، القاعدة الثانية. وثالثا القدرة على التأويل. سأشرح إخواني. كلمة تأويل مأخوذة من الأول، نقول أول تأويل، ثاني تثنية، ثالث تثليث، رابع تربيع، خامس تخميس، سادس تسديس، وكمل يعني. فإذا هي من الأول. إخواني، أيهما الأول، العطاء أم المنع؟ العطاء، وما كان عطاء ربك محظورا. فإذا حصل منع، المطلوب مني أني أرجع للأول بعملية تأويل. طيب لاحظوا معي، أنا أقول لكم هذا القلم، ولا نقول لكم هذه المحفظة، هذه محفظة، نقول لكم هذه المحفظة، هل هذه محفظة؟ لا، طبعا عقلك لا يستوعب بأن هذه محفظة. ماذا عليك أن تحل المشكلة؟ يعني أن تقوم بعملية تأويل، تشيل هذه من يدي ذهنيا وتحط هذه في يدي ذهنيا وتحل المشكلة. ما تبقى تجادلني وتقول لي هذه ليست محفظة، وندخل في جدال تقول لي لا هذه ما محفظة. يا أخي خلينا نكمل، أنا ما أقصد بأن هذه محفظة. فكثير من الناس عندما يقول له المحفظة، هذه المحفظة، يتوقف هنا ويقول لي لا هذه ما محفظة.
هذا كذا وكذا وكذا. لا، أنا لا أقصد بأن هذه محفظة، أنا أريد أن أتكلم عن بعض المعاني الأخرى يعني. فأنت قم بعملية تأويل، شيل هذه من يدي وضع هذه في يدي وحل الإشكال وخليني أكمل الفكرة يعني. هذه عملية تأويل. نحن عندنا التأويل نقوم به بطريقة أو بأخرى عندما نقول رب ضارة نافعة. رب ضارة نافعة، هذا المثل مشهور هنا في كردستان. نقول هذا المثل رب ضارة نافعة، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طيب، المنع من دخول مكة ضارة ولا نافعة؟ ضارة، ولكن أنا أقوم بعملية تأويل. هل ضارة أريدها أو لا أريدها؟ أنا لا أريد ضارة، أنا أريد نافعة، وبالتالي أركز على نافعة لا أركز على ضارة. إذا أركز على ضارة فإن النتائج التي سأحصل عليها هي الحزن والألم والقلق وهذه المعاني. ولكن عندما أركز على ما أريد وهي نافعة سأجد حلول لهذه الضارة. فإذا هناك إطار الحل، هناك إطار المشكلة، إطار إدراكي، هناك إطار الفهم، وهناك إطار الجهل. فأنا دائما أختار إطار الفهم، إطار الحل، إطار التسوية، إطار الصلح في عملية التفكير حتى أحصل على ما أريد. هذه قاعدة كثير مهمة إخواني الكرام. في 1993 طردت من عملي، كنت أستاذا في معهد تدريب الأئمة والخطباء 93. وفي 93 بدأت الأزمة الأمنية في الجزائر، مثل ما صار عندكم هنا مع داعش وكذا. يعني جاءت جماعة تدعي بأنها إسلامية وأسست في خيالها دولة إسلامية وبدأت تحكم بأحكامها. فظهرت تنظيمات تسمى الجماعة الإسلامية المسلحة، مثل تنظيم داعش هنا في الموصل وفي منطقة إلى آخره. فكنت أستاذا في المعهد، ثم تم تعيين مدير في المعهد، وذلك المدير يتبع جهاز المخابرات، وقام بطرد 16 طالب من المعهد بحجة أنهم ملتحون. يعني بعض الأجهزة بدأت بالاشتباه تعاقب، وطلبة المعهد لا علاقة لهم مطلقا بهذه المشكلة. طلبة نظاف، وطنيون، محبون لوطنهم ومعتدلون، هم أئمة إخواني الكرام، أئمة هكذا دخلوا المعهد يعني. ولكنهم طردوا من المعهد وتم توقيفهم بطريقة قسرية وطريقة متعسفة. فعندما طردوا جاءنا المدير وقال وقعوا على هذه الوثيقة على أن الطرد كان بقرار من المجلس العلمي الأساتذة، وكان وضع صعب. ف11 أستاذ من 12 أستاذ وقعوا تحت التهديد، إذا لا يوقع فربما يعتبر بأنه من هذه التنظيمات. أنا ما وقعت، لم أوقع. سيد المدير أنا آسف، أنا وظيفتي أنني مدرس هنا أدرس هذه المادة وهذه المادة، وهناك نظام داخلي أنا ملتزم به، أنا لا أستطيع أوقع على هذه الوثيقة. فبدأ التهديد إلى أن وصل إلى مرحلة الطرد، وتم اعتقالي ليومين أو 3، ثم تم تسريحي وطردت من عملي. طردت من عملي بين ظاهر لا أريده. من يحب هذه الأحداث إخواني؟ لا أحد. ظاهر لا أريده، سبحان الله. طردت من عملي، عدت إلى بيتنا الكبير، ما صار عندي سكن، حتى السكن الوظيفي طردت منه. 9 شهور بدون دخل، بدون سكن. أرسلت تظلم للوزارة، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الجزائر، ولكن لم ينصفني أحد. الوضع كان مضطرب جدا. بعد 9 أشهر في إطار التهدئة تم تغيير الحكومة وتعين وزير جديد للأوقاف والشؤون الدينية. الوزير الجديد سبحان الله يعني أحد الخصوم الأشداء للوزير السابق، فأراد أن يعمل على عكسه تماما. فوجد على مكتبه ملفات، من بين الملفات تظلم أستاذ طرد تعسفا
وتظلم مجموعة من الطلبة، فقرر أن يعيد الطلبة إلى المعهد، وطلب من الوزارة من مكاتبه أن يستدعوا هذا الأستاذ إلى الوزارة، وتم استدعائي إلى الوزارة. فذهبت إلى الوزارة وأنا مستبشر، واستقبلني الوزير وشكرني على شجاعتي وعلى أنني كنت منصفا وعادلا، وأعطاني رسالتين: الأولى للمحاسب حتى يصرف راتبي خلال فترة التوقيف عن العمل 9 أشهر، أخذت راتبا كاملا بدون عمل، يعني بدون جهد. والرسالة الثانية إلى المدير الجديد ليعينني مساعدا له. يا إخواني، أن تكون مساعدا لمدير معهد عالي جامعي مستوى عالي، هذا يحتاج إلى واسطة وعلاقات كبيرة جدا جدا. أنا كنت أحلم أن أكون مساعد مدير، ولكن لا أستطيع، صعب. لا زلت صغيرا، وعدد السنوات اللي كنت اشتغل داخل المعهد لا تفي بالأمر، ولكن حلمي أن أكون مساعد مدير، فحصلت على هذا المنصب. وتم منحي سيارة إدارية وسكنا واسعا مجهزا أفضل مما كنت عليه من قبل. إخواني، بين ظاهر لا أريده وباطن لا أدركه. لاحظوا معي ماذا الذي حصل. نحن مطالبون بالتأويل. سبحان الله، التأويل الذي قمت به، قلت في نفسي بأن هناك مناصب كثيرة وهناك مناصب أفضل من هذا العمل، وسأبحث وسأجد أفضل ما هو وفي مكان أجمل وإلى آخره. ثم حصل ما أخبرتكم به الآن. إخواني، هذه القاعدة أعتقد بأنها إطار مهم لعملية التفكير، وتساعدنا على إيجاد الحلول وعلى الفهم. هذه من قواعد الفهم والإدراك. بين ظاهر لا نريده وباطن لا ندركه نحن مطالبون بالتأويل. احفظوا معي إذن ثلاث قوانين أو قواعد إذا شئتم. إذا نحن فهمناها جيدا نستطيع أن ننتقل من عالم الأفكار إلى عالم الأفعال بطريقة جيدة وبطريقة سليمة تضمن لنا تحقيق النجاح والسعادة في حياتنا. قلت أولا إدراك الحقيقة، وهذا يتم من خلال الفكرة الأولى، وهناك تدريبات سنقوم بها طبعا من خلال البرنامج المتكامل للتخطيط الشخصي والقيادة المجتمعية. هذه محاضرة فقط، هذا المحاضرة لإثارة الانتباه. وهناك برنامج جديد، البرنامج المتكامل للتخطيط الشخصي والقيادة المجتمعية، راح تساعدنا لنستفيد نحن من هذا البرنامج ولنفيد غيرنا أيضا، في إطار أنه برنامج متكامل كما قلت للتخطيط الشخصي لي أنا والقيادة المجتمعية لمساعدة الآخرين. قلت أولا إدراك الحقيقة، التحكم في عملية التدفق. يا إخواني الكرام، إذا قطرة ماء تشق الصخور فكيف بإرادتي أنا؟ أمر غريب أنه نمتلك إرادة ونشك في قدرة هذه الإرادة. المشكلة أنه لا نفهم كيف يعمل النظام. خلونا نفهم كيف يعمل النظام ثم سنحصل على تلك القدرة بإذن الله تعالى. والإطار الثالث للفهم أو الإدراك أو الإطار الثالث لتنظيم عملية التفكير هو معرفة كيف يكون التأويل. طبعا التأويل معروف في الفقه الإسلامي، في القانون، في تأويل النص القانوني معروف، حتى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل ليس هو التفسير، التأويل له تفسير، له ظاهر وله باطن. التفسير هو الظاهر والتأويل هو الباطن. فهم كلام الله عز وجل يفهم بالظاهر من خلال التفسير، ويفهم بالباطن من خلال التأويل، هكذا. وهذه وظيفة المجتهدين، وظيفة العلماء. خلوني وباقي معنا 4 ساعات فقط أنتقل من باب الفائدة إلى المقدمة الرابعة. تابعوا معي هذه المقدمة رجاء. التدفق من الظاهر إلى الباطن ينتج في فراغ، والتدفق من الباطن إلى الظاهر ينتج في فراغ.
اعتبروا هذا اختبارا. سأشرح الفكرة أولا، ومن يجيب عن ذلك له مكافأة. يعني لا أدري ما هي المكافأة، ممكن نقدم له دعوة لحضور مؤتمر من مؤتمراتنا القادمة إن شاء الله، لما لا؟ يعني التدفق من الظاهر إلى الباطن، يعني تدفق إرادة إلى قدرة. هذا عبارة عن يسمى في قوانين العقل قانون المراسلات، ولكن هنا ينتج ماذا؟ لما يصير العكس من الباطن إلى الظاهر نسميه قانون الانعكاس. هناك قانون المراسلات وهناك قانون الانعكاس. طيب، لما نتكلم على الدين الإسلامي، الظاهر والإيمان، الظاهر والإسلام، والباطن هو الإيمان. فزيادة الإيمان تقوي الإسلام، وزيادة العبادات الظاهرة تقوي الإيمان. ففيه تأثير داخلي وخارجي. تخيلوا واحد إيمانه في الداخل ضعيف شوية وقرر أن يصوم ويصلي ويعتكف باستمرار تدفق شعائر الإسلام، ماذا يحصل؟ زيادة في قوة الإيمان. وكذلك إذا حصلت زيادة في قوة الإيمان هي الأولى تنعكس على الظاهر وتخلي الشخص يزيد من الصلاة والصيام وهذه الشعائر التعبدية. فهناك عمل من الجانبين، من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل. التدفق من الظاهر أي تدفق الإرادة مثلا إلى الباطن ينتج ماذا؟ أعطوا لي مصطلح. فكرة، ثبات، فكرة، ثبات. أنا أجمع الآن أفكار، معلومات. قيادة مقبولة نوعا ما، مقبولة. الإدراك. شوفوا، خلونا في الفيزياء يا إخواني الكرام، هذا عبارة عن حركة. تدفق عبارة عن حركة. الحركة ماذا تنتج في الفيزياء؟ أحسنت، تنتج طاقة. فإذا التدفق من الظاهر إلى الباطن ينتج طاقة. استمرار تدفق الإرادة ينتج طاقة، ويتحول بعد ذلك تلك الطاقة تتحول إلى ماذا؟ إلى في الفيزياء قبل الحركة في شيء بين طاقة والحركة. قدرة، نعم، قدرة. فإخواني الكرام، أنا أريد أصنع قدرة، عندي هدف أن أحصل على منحة دراسية في جامعة مثلا جامعة بوسطن في أمريكا. أريد استمرار تدفق الإرادة هو عبارة عن استمرار توليد طاقة، وهذه الطاقة تتجمع في الداخل. سأعطي مثال بعد قليل أكثر وضوحا. يعني تلك الطاقة عندما تتجمع صح تنعكس في الخارج قدرة على اكتشاف الفرص والوصول إلى مصادر اتخاذ القرار ثم الحصول على هذه المنحة. أعطيكم مثال معليش. مثال عبد الله اللي ذكرته قبل شوية، عندما بدأ يقرأ المصطلحات في العلوم السياسية بشكل يومي، استمرار تدفق حفظ هذه المصطلحات ينتج في داخله طاقة، وبعدين تنعكس تلك الطاقة في الخارج إلى قدرة. استطاع أن يحضر مؤتمر وقدم ورقة عمل وكانت ورقة ممتازة، أقنع بها هؤلاء، والتقى مع شخص آخر وقدم له دعوة. هذه كلها قدرة، ولكن هذه القدرة مستحيل أن نحصل عليها بدون إيجاد طاقة مولدة لهذه القدرة في الداخل. نعم دكتور. بين الطاقة والقدرة همة العالية وهمة راطح الجبال، كيف تفسرها؟ شوف، القدرة تحتاج إلى مثل مولد الكهرباء إخواني، تحتاج إلى بنزين. يعني مولد كهرباء مش يعطينا كهرباء، شو نعطي له؟ مازوت هكذا أو بنزين، وقود، خلينا نقول وقود. نعطي له وقود بعدين هو يقوم بوظيفة توليد طاقة كهربائية، نفس القصة. فنحن
لا نستطيع أن نولد قدرة جذب الفرصة بدون أن نعطي لمولد القدرة هذه الطاقة وهي الوقود. يمكن إسقاطها بعد ذلك يا دكتور والد على هذه الفكرة، يعني موضوع الهمة وإلى آخره. فانتبهوا جيدا، نحن في البرنامج المتكامل للتخطيط الشخصي وضعنا الإطار المنهجي، إطار التفكير، ثم وضعنا العمليات والبرامج. نعلم أبناءنا وطلابنا وإخواننا وكل من حولنا كيف يضع خطة استراتيجية. اسمعوني جيدا، كيف يضع خطة استراتيجية. طبعا نحن استفدنا من تجارب سابقة. في الماضي تم تأسيس مشروع ونجح كثير في كردستان، ومعنا مدربين الله يجزيهم خير، يعني بذلوا جهد كبير، الأستاذ زانا والأستاذ عبد الخالق ومجموعة كبيرة ما شاء الله، الله يبارك فيهم يعني. فقدموا دورات تخطيط شخصي استراتيجي. عملنا حوالي 7 سنوات دكتور وليد، 7 سنوات في المبادرة أو المشروع، وصلنا إلى 1,000,000 شخص استفاد منها، وصلنا إلى 82 دولة عبر العالم، ولكن اضطررنا للتوقف لأن بدايتنا لم تكن صحيحة، لأن المبادرة بدأت على أساس أنها مبادرة محلية جزائرية. تصميم المبادرة محلية جزائرية ولسنة واحدة، لم تكن مصممة لسنوات، سنة واحدة بمناسبة الذكرى ال50 للاستقلال في الجزائر. أتكلم عن مشروع سفراء التنمية والجزائر فقط. وربي عز وجل أراد أن يتوسع المشروع، وتوسع في غضون 3 سنوات ليصل إلى 48 دولة، ووصلنا إلى 400,000 مستفيد. وفي غضون 7 سنوات وصلنا إلى 82 دولة وإلى 1,000,000 مستفيد وزيادة. ولكن كانت هناك مشكلة، وهي الإطار التنظيمي. الإطار التنظيمي، ما عندناش قانون أساسي، ولا عندنا هيئة للملاك أو هيئة للأمناء. فعندما بدأنا نتوسع بدأنا في حل المشكلات، لأن التوسع كان أكبر من حجمنا، وبدل ما ننظم الأعمال بدأنا نساير المشكلات الطارئة هنا وهناك، ونحل المشكلات ونتوسع مع ازدياد المشكلات، حتى وصلنا إلى مرحلة العجز المالي الكبير، وترتب علينا عجز قدره 100,000 دولار. قصة طويلة يا إخواني. فاضطررنا لإعادة صياغة المنظومة بطريقة صحيحة من الناحية القانونية، من الناحية التنظيمية، ومن الناحية المالية، ومن كل النواحي كذلك يعني. ولذلك سيتم أو تم إعلان مبادرة جديدة، وهي تكملة للمشروع السابق، أسميناها مبادرة رؤية 3 نقاط سفراء السلام العالمية. ولكن هذه المرة مع تنظيم جديد وإطار جديد ومنهجية جديدة وأدوات جديدة تضمن لنا النجاح في المستهدفات التي وضعت لهذه المبادرة. ليس كما كنا في السابق، نجحنا نعم جماهيريا ومجتمعيا، ولكن فشلنا تنظيميا لأننا لم نصمم هذه الفكرة على أساس التوسع. لعل كلامي واضح إخواني الكرام. واعترفنا بأنه هناك خطأ أو هناك صعوبة، فيجب أن نعالج هذه الأمور، وتمت المعالجة بحمد الله عز وجل. ونحن الآن جاهزون لإعادة الإطلاق والاستمرار بصيغة منهجية مناسبة كما سأبين بعد الاستراحة إن شاء الله. المقدمة الرابعة إذن: التدفق من الظاهر إلى الباطن ينتج طاقة. عندما تقول أريد 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 وتستمر في العمل على ذلك تنتج طاقة. عندما تنتج الطاقة، والطاقة هنا هي المعتقدات، هي المعتقدات في الداخل، الإيمان. بعبارة أخرى إخواني الكرام، التدفق من الظاهر إلى الباطن ينتج إيمان، يقين. والتدفق من الباطن إلى الظاهر ينتج قدرة على تحقيق الرؤية. فما زلنا نتكلم في هذه المنهجية حتى أختم، لأن الوقت بدأ ينتهي تقريبا. المقدمة الخامسة والأخيرة في هذه الجلسة: عالم الأفكار يخضع لقوانين الباطن.
عالم الأفكار يخضع لقوانين الباطن. هناك 572 قانون له علاقة بالباطن أو عالم الأفكار، قوانين. عالم الأفكار يخضع لقوانين الباطن، وعالم الأفعال يخضع لقوانين الظاهر. طبعا هي قوانين اقتصادية وقوانين كونية وقوانين تاريخية وقوانين إلى آخره. هذا سنتكلم عنه أكثر في التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي، إلا أنه هنا أردت أن أثير انتباهكم على أن البرنامج المتكامل للتخطيط الشخصي مصمم في سياق دراسة تم إعدادها خلال ال10 سنوات الماضية ليلبي احتياجا ملحا عند أبنائنا وعند أبناء إخواننا وطلبتنا وكل الناس في هذا العالم، وهو أن تكون لهم رؤية ورسالة. أختم إخواني الكرام بهذه الفكرة بعد ما استعرضت معكم سريعا هذه المقدمات الخمس أو هذه القوانين الخمس. إخواني، ما أشبه حياتي أنا بحياة الممالك والدول. إذا تجدون دولة أو مملكة حتما هذه الدولة أول مطلب تبحث عنه هو الاستقلال. إذا في بلد مستقل، بلد محتل، ماذا يفعل؟ ما هو الهدف الأول لهذا البلد المحتل؟ الاستقلال. طيب، بعد الاستقرار، دستور، قوانين، مؤسسات من أجل الاستقرار. بعد الاستقرار ما هو الطموح؟ التنمية، النمو في المجالات المتعددة ولا سيما في المجال الاقتصادي. بعد التنمية ما هو المطلب؟ التوسع، الإمبراطورية. لما أقول التوسع الذكي يعني من خلال التحالفات، ولكن تصير عندك في إطار التوسع الذكي عن طريق التحالفات تصير عندك قدرة أو تأثير على القرار ضمن النطاق، حتى باقي الدول يعني سيكون قرارها وفقا لقرارك. طيب، الآن مثلا لما نقول في المنطقة تركيا، إيران، هذه دول حصلت على استقلالها وأقامت كيانها، ثم صنعت قوانين ودساتير ومؤسسات للحفاظ على استقرارها، ثم بدأت تعمل على النمو الداخلي من خلال زيادة في الإنتاج ومن خلال التصنيع وكل مصادر الثروة. هناك من نجح هناك من لم ينجح، هذا موضوع ثاني. ثم بدأت الآن في موضوع التوسع. لما نقول تركيا، تعرفون تركيا يعني كيف منظومتها السياسية والجيو استراتيجية، توسعها اقتصادي ولكن له عمق في الإدارة وفي السياسة. كذلك إيران عندها توسع من نوع آخر مش اقتصادي. المهم إخواني الكرام، أنا حياتي مملكتي، أنا عندي مملكة كذلك. حياتي أنا مملكتي أنا لا أدري إذا كانت مستقلة ولا محتلة، لا أدري. مملكتي يجب أن تكون مستقلة، ولا سيما إذا كنت أشعر بالعبء والتبعية لغيري، فأنا لا أستطيع أن أتخذ قراراتي بنفسي بدون العودة إلى رب العمل على سبيل المثال، لأنه يعطيني راتب. هل أستطيع أسافر؟ لا أستطيع. أنا تابع لصاحب العمل، مدرسة، جامعة، شركة، حكومي أو خاص، فلا أستطيع السفر لأنني تابع لرب العمل، هو يعطيني راتبا أعيش منه في مقابل أنني رهنت له حريتي. مملكتي إذن غير مستقلة إخواني الكرام، أنا عندي مملكة محتلة. ومن ثم يكون، انتبهوا معي جيدا، الهدف الأول لهذه المملكة الحرية تحتاج إلى ثورة.
الثورة التي سنعمل عليها نحن هي ثورة التخطيط الاستراتيجي الشخصي. عندما نضع خطة استراتيجية عندنا فيها رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية، هذه الثورة. نحن في حاجة إلى ثورة في الداخل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه الثورة. فأن تكون لنا خطة استراتيجية فيها رؤية ورسالة وأهداف وقيم، هذه بداية التحرر من التبعية. وبعد 5 سنوات أقل شوية أكثر شوية سأحصل على مملكة مستقلة، وبعدين سأنتقل إلى موضوع الاستقرار ثم التنمية ثم التوسع. يعني في غضون 10 سنوات. وما تقولوا بأن هذا الزمن بعيد يا إخواني، يعني 10 سنوات. أنا أول زيارة لي كانت إلى إربيل منذ أكثر من 10 سنوات، ومرت بسرعة والله. كانت فبراير 2012، نحن الآن في مايو 2022. فيمكن في 10 سنوات أحصل على الحرية، الاستقرار، النمو، التوسع. ولما نقول التوسع إخواني الكرام، يكون عندي قيادة مجتمعية، قيادة مجتمعية، تأثير اجتماعي، هذا المقصود، يعني تأثير الإيجابي طبعا. وبدل ما تكون تبعية الممالك الشخصية إلى جهات ظالمة، فأنا سأعمل على أن أؤسس إمبراطورية عادلة، وتكون تبعية الممالك الشخصية لإمبراطوريتي أنا. فهمتوا هذا المعنى؟ عندما أؤسس شركة فيها 1000 موظف، ولا مدرسة فيها 50 مدرس، ما هذا؟ المدرسة لي أنا أعطي الرواتب، فأنا إمبراطورية، لأنه عندي 50 مملكة تتبع هذه الإمبراطورية. طبعا هذا الأمر قد لا يبدو هكذا بصورة واضحة الآن، لكن في حقيقة الأمر هذا الذي يحصل، هذا الذي يحصل عند عالم الأقوياء. إخواني، أشكركم على صبركم. يمكن نفتح نقاش للأسئلة والإجابة على الأسئلة، ولكن دعوني أعود إلى العنوان الكبير حتى يبقى السؤال مطروحا. أنا أريد أن يبقى هذا السؤال مطروحا لمدة طويلة من الزمن: كيف نحول أفكارنا إلى مشاريع عملاقة، إلى مشروع إمبراطورية، إلى مشروع قيادة مجتمعية؟ هل نستطيع؟ نعم نستطيع. كيف نستطيع؟ لعلي بعد الاستراحة الأولى بعد المنتصف سأتكلم عن مبادرة رؤية سفراء السلام، وهي مبادرة أقول جديدة، ولكنها في حقيقة الأمر هي عبارة عن مبادرة مكملة لمشروع سفراء التنمية الذي أعتبره متوقفا عن العمل منذ 2016، بدليل أنه لم يعقد ملتقياته منذ ذلك التاريخ. كان ملتقى مؤخرا بطريقة ما. المهم، فسنعيد الأمور إلى نصابها من خلال ضوابط تم وضعها قانونية وإدارية وتنظيمية ومالية في المبادرة الجديدة، سنعرفكم عنها بعد قليل بحول الله تعالى. أشكركم على حسن استماعكم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الكلمة لأخي وليد، دكتور وليد.